ومعكم نجم الكرة السعودية ونجم نادي النصر السعودي السابق الكابتن فهد الهريفي. صباح الخير. أنا اللي يسعدني فيك يا أحمد. صباح الخير كابتن. وأنت صرت بطل قومي. جمال عبد الناصر عند بعض الهلاليين بعد ما جابوا هذا الدليل على أول شيء على أن برنامجنا ناجح ومتابع حتى آخر ثانية في البرنامج. على قولتهم أقوى تسحيبة أعطيتني الهوى فجاك على في أذنك أنك تختم البرنامج. يعني إيه تسحيبة؟ تقوى تسحيبه يعني انه شوف كيف سحبك، كيف لطشك، كيف قصف جبهتك، كيف الاشياء اللي دايره عندنا ما شاء الله تبارك الله. فانت اعطيتني الهواء عشان اتكلم. بس المخرج قال لك انه انتهى الوقت اختم. ده صحيح. فهذا اللي صار، لكن الحمد لله يعني. ده صحيح. وانا عارف انك ما تقصدها يعني. ما ينفعش. انا على فكره من قبلها فعلا، وكان الاستاذ سامر المخرج بيقول لي باقي دقيقه ونص. صحيح. فدخلنا في المرحله الاخيره والوقت اصبح خلاص هو مرتبط الحقيقه ببرامج وتوقيت معينه. انا برحب فيك وبرحب في نفس الوقت كان في اول او ثاني حلقه افتكر واقعه برضو، كنت انت قلت لي في نهايه الحلقه اشكر المعد. فانا عملت لك بايدي كده ايه لحظه وانا بختم، فانا قلت في النهايه اشكر فريق العمل ككل. صح. فبعدها انت بتقول لي، انا قلت لك انا عشان اقول اشكر المعد يبقى لازم اشكر المخرج، يبقى لازم اشكر المصور والمونتير. في نهايه الحلقات احنا بنقول اسماء فريق العمل، لكن فريق العمل بتكفي. فدي برضو من الحاجات اللي اتفهمت غلط. عموما انت بارك الله فيك. انت لاعب كبير ونجم كبير ومحلل